عندك دير هذا الغلط. بزاف ديال الناس كيترينيو اي رياضه ما كيعطيوش الاهميه للحركات التسخينيه، واللي بالفضل ديال هذه الحركات كيكسب الجسم الحراره الكافيه اللي غتخليه يتحرك بكل سهوله ومرونه. وبفضل التسخينات كنتفاداو الاصابات، والمده الكافيه اللي كيحتاجها الجسم باش يسخن عن طريق الاحماء هي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ويمكن تزاد على حسب الظروف اللي انت ولا انت كتريني فيهم. مثلا 10 دقائق كافيه في فصل الصيف، اما في وقت البرد كتزيد الماكس ديالك حتى كتحس بالجسم ديالك سخن بما فيه الكفايه. وبفضل هذا الوارم اب كيتزاد النشاط ديال الدوره الدمويه وكتساعد الاكسجين باش يوصل للعضلات بكميه اكبر. هذا الشيء علاش هاد الحركه التسخينيه كتعتبر الخطوه الاولى ديال اي رياضه في العالم، حيث كتقلل من خطر الاصابات وكتزيد تخلي الجسم يكون مستعد لاي مجهود بدني. واغلب الاصابات اللي كيتصابوا بها اصحاب الكاليستينكس بسبب الاهمال لهاد التسخينات هي الكتاف والظهر واللومبير وبعض المرات البونيات.